الذكاء الاصطناعي واحد من أهم الأدوات التي تقود التطور في كل المجالات، من بينها علوم الجغرافيا والتخطيط العمراني. النهاردة ما بقاش تخطيط المدن أو دراسة الظواهر الجغرافية بيعتمد بس على الخبرة البشرية، لكن كمان تحليل البيانات الضخمة، التوقعات الذكية اللي بتساعدنا نفهم الحاضر ونخطط لمستقبل أفضل. من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بقى ممكن نرصد التغيرات البيئية، نتوقع التوسع العمراني، تحسن توزيع الخدمات داخل المدن بشكل أكثر دقة وكفاءة، وده بيساهم في بناء مدن ذكية ومستدامة. عشان نفهم أكتر عن الدور المهم اللي بيقوم به الذكاء الاصطناعي في الجغرافيا عموما، منورني ومشرفني أستاذ عبد الرحيم أحمد، المستشار الإعلامي لنقابة الجغرافيين. كل سنة وحضرتك طيب، منورنا ومشرفنا يا وحضرتك فندم. بخير أستاذة دعاء، وكل مشاهدي القناة الثالثة قناة القاهرة، وكل مشاهدي التلفزيون المصري بخير دائما وصحة وسلامة. إن شاء الله. حابة أعرف من حضرتك أبرز المجالات اللي تم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي وحققت نجاحات. قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، الأولى أو الأقدر أننا نقدم للمشاهدين تعريفا مبسطا عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن فرع من فروع علوم الحاسب، يتم من خلاله بناء أنظمة معلوماتية متكاملة تفوق الذكاء البشري. في البداية كانت الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى نضاهي بها الذكاء البشري، ولكن مع تطور هذا العلم وهذا الفرع من العلوم أصبحنا الآن توجد أنظمة معلوماتية للذكاء الاصطناعي تتفوق على العنصر البشري أو على الذكاء البشري. طبعا نتطرق ثانيا إلى السؤال بتاع حضرتك. هو طبعا لبيان أو توضيح أي شيء لابد من ربط العلم الذي نتناقش حوله بالمجتمع أو الواقع المجتمعي. عندما نربط بين الذكاء الاصطناعي والمجتمع والبيئة المحيطة بنا، دعيني أقدم لحضرتك مجموعة أو حزمة من المحاور المبسطة التي نستوضح من خلالها أهمية الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية. تفضل. ولنبدأ بظاهرة الطقس السيء التي تعرضت لها مصر وعدد من الدول مؤخرا خلال ال 24 ساعة الأخيرة أو الماضية. من حوالي 2 أو 3 سنين على الأكثر كان عندنا أنظمة لاستطلاع حالة الجو والطقس والمناخ. كانت هذه الأنظمة بتعطيني مؤشرات قد تكون بنسبة دقة 80%، وكانت قبلها بفترة وجيزة، قبل الظاهرة الجوية ما تحصل بفترة وجيزة، ولكن كنا نفاجأ بأن هذه الظاهرة أو ما تحدثنا عنه، التوقعات التي تحدثنا عنها، تحدث بنسب لا تصل إلى 100%. الشدة، مستوى تمام، إلى الشدة مستوى الشدة. للكلام. كنا نجد الظاهرة تحدث بنسبة 60%، 70%، 80% على الأكثر. ولكن احنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل التقدم الذي وصلته مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، كان قبل موجة الطقس السيء التي شاهدناها وما زلنا نشهدها، قبلها ب 24 ساعة تحديدا كان عندنا أجهزة وأنظمة معلوماتية قدمت لنا تقريرا وافيا عما سيحدث، بل وقدمت تقارير مفصلة عن الظروف الجوية في كل محافظة على حدة. وده طبعا ادى فرصة جيدة جدا انه الاجهزة المحلية تتعامل جيدا وتعد عدتها للتعامل مع تداعيات هذه الموجة من الطقس السيء. هذه ناحية. الناحية الأخرى التي يمكن أن نقف فيها على حجم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، الدولة بقالها فترة ليست بالقليلة بتنفذ حملات لمواجهة الاعتداء على الأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل. هذا المجال أو هذه الحملات استعانت بصورة كبيرة جدا على الذكاء الاصطناعي. وطبعا احنا ما شاء الله عندنا أجهزة الدولة بتعمل بنظام الوحدة الواحدة.
في يعني اندماج وفي تكامل بين وزارة الاتصالات على سبيل المثال وبين الأجهزة والوزارات الخدمية، ومنها على سبيل المثال وزارة التنمية المحلية. اللي بنقول عليها روح الفريق. روح الفريق. هذه الروح التي عملت بها وزارة الاتصالات مع التنمية المحلية على سبيل المثال للحصر ساعدت في رصد الاعتداءات الواقعة على الأراضي الزراعية ومحاصرتها، ويعني محاصرتها في مهدها، وتم طبعا إزالة هذه التعديات، وده كان ليه دور كبير جدا، والفضل طبعا للتقدم الذي حدث في الذكاء الاصطناعي من قبل الجامعات المتخصصة عندنا والكليات المتخصصة والوحدات والمراكز المتخصصة التي تكاد لا تخلو جامعة الآن من وحدة للذكاء الاصطناعي، فضلا عن التوسع في نشر هذا التخصص تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي فطنت مبكرا إلى أهمية هذا المجال من العلم، حتى نتمكن أو تتمكن مصر من أن تصبح في ركاب الدول المتقدمة، وهذا ما حدث بالفعل بفضل توجيهات القيادة السياسية وروح الفريق التي نتعامل بها جميعا كوحدة ومؤسسات دولة. لو خدنا الذكاء الاصطناعي بقى تحديدا في مجال التخطيط والتنمية المستدامة، تقولي يكاد مجال التخطيط والتنمية المستدامة تكون من أول المجالات أو القطاعات التي استفادت من الذكاء الاصطناعي. وعلى سبيل المثال تجربة مصر في المدن الجديدة، يمكن الفترة اللي هي هنقول فترة بناء أو فترة التوسع في المدن الجديدة شابها في البداية بعض العشوائية، وعلى سبيل المثال وطبعا ده واقع كل الناس شهدته وشافته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا في بداية تجربة المدن الجديدة في مصر ظلت مدن جديدة كثيرة مهجورة. لماذا؟ لانه انا عملت شقق وحدات سكنية ولكن لم أمهد خدمات للمواطنين أو للسكان عشان أجذبهم لشغل هذه الوحدات في المدن الصحة، الجديدة. السوبر ماركت، وسائل المواصلات. وسائل المواصلات. تمام. ولكن في المدن الجديدة أو ما نسميها مدن الجيل الرابع والخامس فطنت الدولة أو استخدمت اللي هي أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي أصبحت تختار في البداية مواقع جيدة لإقامة وحدات سكنية متميزة، أماكن متميزة. بمعنى إيه متميزة؟ سهولة ربطها بالمدينة الأم أو المدن الأم أو المحافظات الأم المحيطة بها. طيب مين اللي بيحدد لي كده؟ الذكاء الاصطناعي. نمرة 2، إزاي؟ أنا عبارة عن صورة كبيرة من فوق. عندي نظام اسمه نظم المعلومات الجغرافية. نظم المعلومات الجغرافية دي عبارة عن تحليل، بتقدم لي عبارة عن تحليل بيانات موائمة بين الموقع المختار لإقامة مدينة صناعية أو مصنع أو مدينة سكنية وبين معطيات البيئة والمجتمع المحيط. بمعنى أنا عندي في حلوان وليكن على سبيل المثال من الصعب جدا إقامة مدينة سكنية أخرى بجانب 15 مايو. ليه؟ لأنه ملهاش ظهير. وجدوا أنه اتجاه الريح في هذه المنطقة سوف يجلب الدخان اللي هي في مصانع الأسمنت والمصانع الموجودة في حلوان، هيتخلي اتجاه الريح ينقل هذا التلوث ينقله على الموقع اللي تم اختياره للمدينة السكنية فغير الجديدة. آمنة صحيا، غير لأن آمنة في صحياً. المستقبل لا قدر الله سرطانات بالهبل بالضبط. فبالتالي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدلت عن هذه الفكرة. تمام. فلما جم اختاروا على سبيل المثال منطقة حدائق أكتوبر، وجد أن منطقة حدائق أكتوبر تتمتع بظهير حضاري وسهولة ربطها بطرق مواصلات أو شبكة مواصلات سواء بمدينة أكتوبر القديمة أو بمنطقة الجيزة الهرم وفيصل وخلافه، كمان سهولة ربطها بالفيوم. وبالتالي شفنا شبكة طرق متميزة جدا بتربط حدائق أكتوبر، لدرجة أنه دلوقتي حضرتك ممكن تستقلي الباص المخصص من الهيئة من حدائق أكتوبر في ظرف 40 دقيقة على الأكثر في وقت الذروة بيكون في ميدان رمسيس. يا سلام. طبعا. يا وده الله. طبعا بفضل استخدام بيانات الذكاء الاصطناعي والتي وفرها هذا النظام الفريد من نوعه. وقت الذروة 40 دقيقة من أكتوبر يعني وسط البلد. ما هو رمسيس خلاص احنا كده في وسط القاهرة. أحد الاستخدامات المهمة للذكاء الاصطناعي بيقول لحضرتك يعني خدمة صانع القرار.
انهم ياخدوا قرار صح، سواء في بناء مناطق صناعية او بناء مدارس او بناء مناطق سكنية وخلافه. ده لانه بيقدم تحليل للبيانات سواء البيئية او البيانات الامنية كمان. تمام يا فندم؟ يعني ما ينفعش اروح اعمل مصنع في منطقة غير آمنة وغير مؤمنة، فده بيربط لي كل النقاط. يعني بيبقى منظور شامل. منظور شامل. عندي اللوحة بتاعة البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي مثلا، لما باجي بصدد إنشاء منطقة صناعية برفع على هذه اللوحة جميع البيانات. يعني بمعنى بيبقى عندي اسم الشرطة ليه رمز معين بيظهر عندي على خريطة البيانات. دي خرائط البيانات اللي بنستفيدها في الجغرافيا من الذكاء الاصطناعي. الوحدة الصحية ليها الوحدة رمز معين الصحية ليها رمز وهكذا. معين، أكواد. الوحدات أوكي. السكنية ليها رمز معين. تمام. كمان الحاجة التانية بشوف التعداد السكاني اللي عندي. هل المدينة دي محتاجة عندي على المدى البعيد بعد سنتين محتاجة مدرسة ثانوي ولا كفاية إعدادي وابتدائي؟ محتاجة بعد فترة إن أنا أعمل معهد عالي أو أعمل جامعة هنا ولا ما أعملش؟ وده طبعا بيفسر إلى حد بعيد الجامعات الخاصة وخريطة انتشارها في الآونة الأخيرة. بقت منتشرة وهكذا. بشكل كبير. هل من مكتسبات ومميزات أخرى في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التخطيط والتنمية العمرانية؟ احنا شفنا التخطيط أو الحكاية بتبقى شاملة، منظور صحي، منظور بيئي، منظور أمني، المنظورة كلها شاملة ومتكاملة زي ما بيقولوا. نقطة أخرى مهمة اللي هي النقل وعناصر أو وسائل النقل المختلفة. دي طبعا بنستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، وده كان واضح جدا في إقدام الدولة على عمل مشروع، يعني أنا بعتبره مشروع القرن، لا يقل أهمية عن قناة السويس، ألا وهو المونورويل. المونورويل ده يا فندم بيربط، احنا عندنا دلوقتي توسع كبير ورهيب جدا في امتداد وترهل عمراني سواء في الجيزة أو القاهرة. تمام. والقليوبية. كوني ألاقي القاهرة الكبرى طبعا بما فيهم القليوبية، كوني ألاقي وسيلة مواصلات تمتد لمسافة 100 كيلو تربط لي بين أقصى الشرق بأقصى الغرب، فده بصراحة إنجاز كبير جدا. هذا فضلا عن أن المسارات اللي بيعدي بها هذا المشروع مؤهلة حاليا وفي المستقبل القريب لتصبح مناطق عمرانية واستثمارية وصناعية على مستوى عالي جدا من التميز. والدليل على كده من دلوقتي المونورويل يعني لم يصل بعد، أو التشغيل لم يصل مدينة 6 أكتوبر. النهاية بتاعته في مدينة 6 أكتوبر هو مخطط ليه طبعا. المحطة بتاعته النهائية في 6 أكتوبر. أنا رحت من فترة قريبة جدا في مشروعات سكنية هناك بيتم إقامتها، في حد بينشئ بنزينة لتموين السيارات، في حد بينشئ هناك، في مجموعة من رجال الأعمال بيعملوا نادي لمستقبله طبعا. فطبعا هذا المشروع زي ما قلنا بيحيي جميع المسارات التي يمر بها. وطبعا هذا كله لم يكن ليحدث لولا استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التخطيط لهذه المشروعات العملاقة التي ستنقل مصر نقلة كبرى. وعايزه اقول لكم ان اللي شغالين في المونوريل عموما فخورين جدا ان هم بيشتغلوا في المشروع ده، من اصغر عامل لاكبر مهندس ومخطط في الموضوع. انت دايما في احاديثنا معاهم وفي الصور اللي بيقولوها بيقول انا فخور ان انا شغال في مشروع زي ده. ازاي استخدم الذكاء الاصطناعي في تخطيط ونظم المعلومات الجغرافيه في الطفره التنمويه الشامله اللي موجوده في الدوله؟ احنا طبعا يمكن فيما سبق قدمنا تفصيل بعض الشيء سواء للذكاء الاصطناعي واستخدامه في مجال النقل او في التخطيط للمدن الكبرى او للتجمعات الصناعية. ده كله بيصب في بوتقة واحدة في النهاية اللي هو التخطيط. التخطيط بمعناه الشامل، انا بخطط لكل شيء. بخطط عندي لعدة محاور. محور عندي تنمية عمرانية، عندي تنمية سياحية، عندي تنمية صناعية، عندي تنمية بشرية. يعني النهاردة تم إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بتركز بصفة أساسية على بناء الإنسان.
وأظن ده كان أحد أهم التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، حكومة مدبولي الجديدة، من عدة أسابيع. يعني كان تكليف ومحور مهم جدا، وهو بناء الإنسان. طيب، بناء الإنسان أنا بعتبره أنه هو يعني قاطرة التنمية في جميع المجالات الأخرى، بمعنى أنه دلوقتي في اتجاه لدى الدولة بتدريس مادة، وبالفعل احنا عندنا المادة اسمها ICDL اللي هي نظم المعلومات، بتدرس في المرحلة الابتدائية. في طبعا تفكير أو اتجاه قوي سيتم تنفيذه قريبا بتدريس مادة مبسطة للذكاء الاصطناعي في الصفوف الأولى، تصبح فيما بعد في المرحلة الثانوية مادة مهمة، مادة رسوب رئيسية. ونجاح، مادة رئيسية. ده بيؤهل الطالب فيما بعد أنه يقدر يتخصص في هذا المجال الفريد من نوعه في المرحلة الجامعية. طيب، نرجع لحتة بناء الإنسان. بناء الإنسان دلوقتي أنا عشان أبني شخص أو إنسان لابد من الجانب التكنولوجي أن يشغل حيزا من هذا البناء. وعندما أتحدث عن الجانب التكنولوجي فبالتالي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بيفيدني في التخطيط على سبيل المثال يا فندم، أنا عندي دلوقتي أقاليم مصر، هنربط بالجغرافيا برضه. عندي أقاليم مصر 4، عندي الوادي والدلتا، عندي الصحراء الشرقية، عندي الصحراء الغربية، عندي شبه جزيرة سيناء. 4 أقسام سطح أساسية في مصر. لكل قسم من هذه الأقسام خواص بيئية ومناخية مختلفة. تمام. عندما أقدمت الدولة على مشروعات الاستصلاح الزراعي، جمعت البيانات البيئية والمناخية الخاصة بكل قسم، وتم تغذية الأنظمة المعلوماتية، أنظمة الذكاء الاصطناعي، بهذه البيانات والمعلومات. وبالتالي المخرجات، نتحول إلى المخرجات اللي طلعت لي من هذه البوتقة. اتقال انه على سبيل المثال الصحراء الغربية توجد بها العديد من المنخفضات والواحات بجانب آبار المياه الجوفية. تمام يا فندم؟ ده ادى مؤشر للدولة، سواء وزارة الزراعة او الأجهزة المعنية، انها تبدأ بالفعل في حفر آبار جوفية في المناطق اللي طلع لي الذكاء الاصطناعي انه فيها المياه على مستوى قريب من سطح الأرض. وبالتالي أنا عندي دلوقتي ثروة ومخزون هائل من المياه الجوفية في الصحراء الغربية، يمكن أن تقوم عليه مشروعات مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تتبناها الدولة، ومعظمها بالفعل في الصحراء الغربية. ويوجد طبعا تنمية زراعية في سيناء أيضا، سوف نتطرق إليها فيما بعد. نيجي للصحراء الشرقية. الصحراء الشرقية بمناخها الموجود، مناخها الجاف والطبيعة الجبلية والمعادن اللي موجودة فيها، لما تم تغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي، المخرجات اللي عندي إنه الصحراء الشرقية لابد أن تكون، أو هي بالفعل ستكون، ثروة مصر المعدنية وطاقتها المعدنية كلها موجودة في الصحراء الشرقية. منطقة واعدة، وبنقول واعدة ده كنز مصر البكر. بالضبط يا إن فندم. شاء طبعا الله يعني جبال أو تلال من الذهب، يعني إن شاء الله، يعني بفضل جهود رجال الدولة، يعني تصبح بإذن الله يعني المستقبل أفضل بكثير إن شاء الله. ومثل هذا الوضع تم بالفعل في سيناء. وسيناء بتشهد تنمية متكاملة غير مسبوقة سواء على المستوى يعني. السياحي، عارفين مسار العائلة المقدسة والأماكن السياحية سانت كاترين ودير سانت كاترين وموقع التجلي الأعظم. ده يعني بصراحة هذا المشروع وضع مصر في صدارة المناطق السياحية على مستوى العالم، لدرجة انه انا لي اصدقاء، يعني صديق مرشد سياحي بيقول لي انه حد كلمه من بره، شركة سياحية كلمته، قالوا له في ظل الظروف الخانقة اللي بيعاني منها العالم اجمع، هو منزل جروبات من عنده، كل جروب 3 ايام فقط. ايه المزار الرئيسي اللي طلبوه؟ موقع التجلي الاعظم وكل يعني الكنوز الاثريه اللي موجوده في سيناء، لدرجه ان الرحله بتاعتهم هتكون قاصره، شبه قاصره على شبه جزيره سيناء. هي كافيه وافيه على فكره، يعني احنا لما بنروحها بتبقى كافيه وافيه قوي هي بالزبط المنطقه بالزبط دي يعني. بالظبط. هذا بالاضافه طبعا الى التنميه الزراعيه اللي بتشهدها هناك. الانفاق اللي اتعملت الفتره اللي فاتت، يعني انا عندي 6 انفاق بتربط دلوقتي جسم مصر يعني باغلى حته في هذا الجسد، اللي هي سيناء.
فأنا عندي دلوقتي النقل، والنقل دوره مهم جدا 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 جدا. احنا زمان يا فندم من 20 سنة لما كنا بنقول حد رايح سينا بنعتبره يعني مسافر البرازيل، ايوه. لكن دلوقتي أصبحت سينا فعلا عادت لنسيج الوطن، وأصبحت جزء وهي بالفعل جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن الأم مصر، التي يعني نتمنى لها الرفعة والتقدم على مر العصور. يا رب يا رب يا رب. الذكاء الاصطناعي بقى واستخدامه في علوم الجغرافيا والتحديات المكانية اللي بتواجهه. أنا عندي قبل ما يظهر الذكاء الاصطناعي كان عندي حاجة اسمها التحليل المكاني مم. والتحليل الجيومكاني، بمعنى إن أنا بدرس بشوف المنطقة دي عالية الكثافة، المنطقة دي منخفضة الكثافة، مم. بشوف ليه في كثافة سكانية عالية في الدلتا والوادي، مثلا وادي النيل والدلتا، ليه ما فيش كثافة سكانية في الصحراء الشرقية. أنا عندي 5 محافظات حدودية، ليه برضو الكثافة قليلة فيها؟ مم. طيب أنا خدت فترة برضو أعاني من الوحدات الشاغرة في المدن الجديدة، ليه؟ ده كله بيرجع لحاجة اسمها التحليل المكاني. التحليل المكاني عشان كنا نعمله في مجال الجغرافيا، أو في مجال اللي هم المتخصصين في الكارتوغرافيا والسكان، جغرافيا السكان وجغرافيا البيئة، عشان يوصلوا لنتيجة مقنعة أو نتائج مقنعة لهذا الموضوع، كانت ممكن الدراسة يا فندم تاخد شهور متواصلة. تمام؟ مفهوم. أنا دلوقتي عندي نظام تحليل بيانات جغرافية بيستخدم الذكاء الاصطناعي، بدخله بيانات المنطقة اللي أنا عايز أدرسها، عدد السكان الموجودين فيها، اوتوماتيك على طول بطريقة دايركت بيقول لي، ينزل لي نتائج. الصحراء الشرقية أو المدن الحدودية ما فيهاش ناس، ليه؟ عشان ما فيش خدمات نقل، ما فيش مدارس كافية، ما فيش أماكن ترفيهية. الناس اللي باخدها دي واحطها في علب، هبني لها علب تسكن فيها والكلام ده، ومدرسة جنبهم. احيانا المدارس ما بيبقاش فيها عناصر تدريسية، كوادر تدريسية، فبالتالي ده برضو كله عامل طرد. عامل طارد للسكان، مش جاذب طبيعي. للسكان. مم. فالدراسات اللي كانت بتستغرق عندي اشهر عديدة، انا دلوقتي ممكن اطلع نتائجها في ساعة واحدة، بمجرد تغذية البرنامج الذكاء الاصطناعي بهذه المعلومات، بيطلع لي الحاجات اللي عندي او المشكلات اللي عندي، بيضعها قدام صانع القرار. انا هقول له منطقة العبور الجديدة على سبيل المثال، او مدينة هليوبلس الجديدة. هليوبلس الجديدة نسبة الاشغال فيها دلوقتي بالكاد بقت 18%. من حوالي سنة او سنتين ما كانش فيه 1% في هليوبلس الجديدة. ليه؟ اولا ما كانش فيه ربط المواصلات نهائي، ما فيش امان، ما فيش اسم شرطة هناك، دلوقتي في نقطة شرطة. ما فيش مدارس شغالة، مدارس خاصة كلها، طبعا مش في قدرة كل السكان انهم يدخلوا مدارس خاصة او دولية. فده كله تم تلافي هذه العيوب كلها، والدولة عملت على ربط هذه المدن والمجتمعات الجديدة، عملت على ربطها بوسائل مواصلات حديثة ورخيصة الثمن. حابة أعرف من حضرتك إيه التحديات اللي ممكن تواجه المصريين في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وخاصة في مجال الجغرافيا. أنا يعني أرى أنه بالنسبة للجغرافيا، أنا مش هسميها تحديات، أنا هسميها يعني مراحل إحنا عايزين نوصل لها لسه. تمام؟ انه في مجال الجغرافيا انا عندي، احنا قطعنا شوط كبير في مجال جغرافية المناخ والتنبؤ بحوال الطقس والمناخ. قطعنا شوط لا بأس به في مجال مثلا الجغرافيا السياحية والجغرافيا البيئية. انما انا عندي يعني امل كده انه الفترة اللي جاية تشهد في ظل طبعا اتجاه الدولة نحو التنمية الصناعية، أأمل أنه نتغلب على التحديات في هذا المجال تحديدا، وأنه أستفيد من الذكاء الاصطناعي في إقامة مناطق صناعية. عارفة حضرتك زي ما بنقول احنا عايزين مدرسة لكل مجتمع سكاني، أنا نفسي مصر دي تتحول لقلعة صناعية زي ما كانت في السابق، وده طبعا هيحصل بفضل مجهودات الدولة اللي مبذولة واللي بنشوفها كلنا. أنا نفسي في كل محافظة يبقى عندي منطقة صناعية نيسر فيها على المستثمرين، نزيل العقبات أمام المستثمرين، أوفر للمستثمر
وسيلة نقل رخيصة لنقل المواد الخام اللي بيحتاجها في الصناعة عنده. فطبعا ده في مجال الجغرافيا عندي أو مجال الدراسات الذكاء الاصطناعي في الجغرافيا، وضح انه الموضوع ده ما خدش حظه من الاهتمام. فاحنا ارجو انه استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة اكبر في التنمية الصناعية، حتى نستطيع ان يكون لدينا صناعية عريضة، يعني على الاقل تكفينا حاجتنا، ما نضطرش نستورد حاجة من بره، وبالتالي هنوفر حاجات كتيرة بس هو للاقتصاد تحقيق الوطني. الاكتفاء الذاتي في كل الحاجات ده مستحيل. حتى أعظم الدول اللي اقتصادياتها رهيبة والدولة رقم واحد في العالم ما تقدرش تحقق الاكتفاء الذاتي بشكل بكل كامل، تأكيد، بكل تأكيد. ولكن نحقق نسبة معتبرة منه. صحيح. التكنولوجيا ماشية بتطور رهيب جدا، علينا احنا نطوعها لخدمة الإنسانية والبشرية ونتلافى كل عيوبها. ده يبقى الإنسان سابق الآلة والذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر. نورني وشرفني ضيفي الكريم أستاذ عبد الرحيم أحمد، المستشار الإعلامي لنقابة الجغرافيين. شكرا جدا لوجود حضرتك شكرا معنا. لك يا فندم على هذه الاستضافة الكريمة، ونتمنى التوفيق لقناتنا قناة القاهرة. شكرا لحضرتك. شكرا. مستمرون مع حضراتكم، تابعونا.